مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم. العثور على طالب جامعي مذبوح داخل شقة يكتريها. إليكم التفاصيل. استنفرت مصالح الأمن بولاية أمن طنجة منذ الساعات الأولى لصباح السبت جميع عناصرها من أجل كشف حيثيات وملابسات جريمة قتل راح ضحيتها طالب جامعي بعد العثور عليه جثة هامدة وسط شقة يكتريها بحي مسنانة بمدينة طنجة. وحسب مصادر محلية فإن الجريمة وقعت بإقامة الحديقة السكنية بحي مسنانة بطنجة بعد العثور على طالب جامعي في 19 سنة من عمره يتابع دراسته بالسنة الرابعة بكلية العلوم والتقنيات بطنجة، وهو مذبوح وسط غرفة الشقة التي كان يكتريها بمفرده. واستنادا إلى مصادر متطابقة فإن أسرة الطالب الذي ينحدر من مدينة العرائش هي التي أبلغت عنه الجريمة بعدما قدمت لزيارته للسؤال عنه بعدما قطع الاتصال بهم منذ مساء يوم أمس الجمعة. هذا وأمرت النيابة العامة بطنجة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات وقوع الجريمة التي هزت طنجة، فيما تم نقل جثمان الضحية نحو مستودع الأموات بمستشفى دوق طوفار بطنجة. أشكركم جزيلا على تتبعكم. إلى اللقاء.